السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني قوي، بقالي كتير ما اتكلمتش معاكم. هنعمل مع بعض وصفة لا غنى عنها في كل بيت، علشان الأطفال والكبار. ممكن نفطر بيها، ممكن مع جبنة قديمة أو كوباية شاي، ممكن ناكلها في أي وقت احنا عايزينه. هنعمل قرص طرية بلبن بطريقة سهلة جدا. بس قبل ما نبدأ الوصفة احب اعرفكم بنفسي، انا شمس ودي قناتي. ادخلوا اعملوا لي اشتراك ويلا بينا نبدأ على طول. هحتاج 2 كيلو دقيق ومعلقة ملح ومعلقة خميرة فورية ونص كيلو من السمنة البلدي. وبعدين هقلب كل المكونات مع بعض، وبعدين هغلي كيلو ونص من اللبن وهسيبه لحد ما يبقى دافي، وبعدين هنزل بيه على المكونات اللي عملتها وهقلب كويس. اللبن يكون بدرجة حرارة الغرفة، وبعد ما عجنتها هسيبها تخمر لمدة نص ساعة. ودي شكلها بعد ما اختمرت. هبدأ اقطعها كور صغيرة زي ما انتوا شايفين. هقطع الكمية كلها وارجع لكم علشان وقت الفيديو. وهنا بعد ما قطعت الكمية بتاعتي كور بالحجم ده، طبعا زي ما انتوا عايزين تقطعوها قطعوها بالحجم اللي انتوا عايزينه. وهبدأ ابططها كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو. وبعد ما خلصت الكمية كلها هسيبها شوية، يعني لمدة نص ساعة كمان، وهبدأ اخبزها. وبعد ما سبتها نص ساعة هدخلها الفرن تستوي على نار وسط، يعني ولا عالية قوي ولا هادية قوي، نار متوسطة. وده شكلها بعد ما خرجتها من الفرن. شكلها كان تحفة جدا وطعمها كان روعة وطرية جدا وهشة. شايفين من جوه عاملة ازاي؟ طعمها كان جميل وطرية من جوه قوي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك في القناة، عشان القناة مش هتكبر غير بيكم ان شاء الله. واكتبولي في الكومنتات عايزين وصفة ايه علشان نعملها لكم بإذن الله. تعالوا بقى نشوف رأي شمس كان ايه في القرص بتاعتنا. طعمها تحفة جدا، تسلم ايدك يا ديدا.